يكفي ان انا دخلت اصلي المغرب في المسجد اللي هو اسمه مسجد الخيار، اللي هو جنب شركات الكيماويات اللي انا بجيب منها الكيماويات. بعد ما دخلت المسجد بنص ساعه دخلت على بال ما اتوضى والناس تصلي، بعد نص ساعه لقيت الناس بتدخل المسجد. مين اللي بيدخل المسجد دول؟ قالوا ان دول كانوا الاخوان والبلطجيه بيجروا وراهم. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ بعد ما صلينا المغرب قفلوا الابواب على اساس البلطجيه محاصره المسجد. طلبنا حضرتك شهاده شيخ المسجد على اساس ان هو يذكر مين اللي معتدي ومين اللي معتدى عليه. جه حضرتك شيخ المسجد قدامك وكان خايف بطريقه مستفزه، لا راضي يذكر حقائق ولا راضي يذكر مين اللي معتدى ومين اللي معتدى عليه. حضرتك دخل علينا البلطجيه اقتحموا المسجد بعد ما حرقوا الابواب والشبابيك بتاعت المسجد. دخلوا علينا اي حد ملتحي بقوا يبهدلوه ويضربوه. انا خدت 8 غرز في راسي و4 غرز في جبهتي وكنت غرقان ودمي من الصف، فقدت الوعي تماما. فوجئت ان بعد كده خدوني ودوني المستشفى العسكري، خيطوني وبعد كده جابوني على بنك على حضرتك عايز تشوف الاصابه هنا 8 غرز في راسي و4 غرز في جبهتي. هل لان انا ملتحي اي حد كان بيربي لحيته دي بقت جريمه في المجتمع حاليا؟ يعني الواحد يحلق دجنه وخلاص بقى كده راجل محترم في المجتمع؟ انا مش عارف ايه اللي بعد انا اتكلم